إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني الجزائري لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعل زر الجرس لتتوصل بكل جديد. قرر كريم غازيتا إنهاء حياته لأسباب غامضة جدا، حيث كشفت تقارير إعلامية فرنسية يوم الثلاثاء الماضي عن وفاة اللاعب كريم غازيتا الحامل للثلاث جنسيات، وهي الإيطالية والجزائرية وكذلك السويسرية، وهذا بعد أن رمى نفسه من الطابق الثامن لإحدى البنايات. ووفقا لصحيفة ويست فرانس، فإن اللاعب كريم غازيتا المحترف في فريق موستار البوسني انتحر عبر رمي نفسه من الطابق الثامن لإحدى البنايات المهجورة، حيث جرى العثور على جثته يوم الاثنين من أحد المجهولين، مما دفع بالشرطة في البوسنة إلى فتح تحقيق ودون الكشف عن دوافع ذلك إلى حد الآن. تنحدر أصول اللاعب الراحل كريم غازيتا صاحب 27 سنة من أب إيطالي وأم جزائرية، وهو مولود في سويسرا التي مثل منتخباتها الوطنية السنية دون اللعب للمنتخب الأول، كما أنه لعب هنالك للعديد من الأندية. وقدمت بعض الأندية التي لعب لها الراحل كريم غازيتا واجب العزاء لعائلته، على غرار فريق السيرفيت الذي يعد أحد أشهر الأندية السويسرية، وهو الذي تكون فيه اللاعب حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2014.